الاتنشن اللي انا كنت عم دور عليه. فإذا البنت في هذا العمر تبحث عن من يعطيها الحب في جو الأسرة والاهتمام كذلك في نفس الوقت. نعم بالضبط. وإذا لم تجده في الأسرة تذهب البحث عنه في الخارج؟ طبعا هذا شيء اساسي، يعني ما بنلاقي حدا يغذيها يعطيها الحب والاهتمام اللي هي بدها اياه، فطبعا رح تدور برا. هذا شيء طبيعي جدا. يعني أنا أقول لك هذا الشيء مش طبيعي جدا، لكن أنا أحترم وجهة نظرك في هذه القضية اللي ذكرتيها. وخليني أسأل أختنا أم راشد عن هذا الموضوع. أم راشد، لما تبحث البنت أو الشاب في عمر المراهقة عن الحب؟ أكيد طبعا أنا أعرف ربيعتي اللي تكلمت قبل شوية، بالعكس البيت موفر كل الحب والاهتمام في البنية. نعم. بس البنية لما تلاقي الشاب مثلا يعني كلام حلو، مواصفات على شكلها، تنجذب البنية، لأنه أهلها ما بيقولوا نفس الكلام، صح ولا لا؟ صح. لأن الرجال عنده أسلوب بسياسة بتحصل الشيء منه وتنجذب عليه أكثر. أما الأهل ما يقصرون، يسوون كل شيء لبنتهم، بس البنية العاطفية اللي تخليها تطلع عن المجال هذا. أستاذة أسماء، كيف تعلقين على هذا الموضوع؟ يعني الآن هل البنت لهذه الدرجة ضعيفة أن يعني كل اللي تبحث عنه كلمة حلوة من خارج البيت؟ وأنا متأكد أن هذه البنت حتى لو أبوها وأمها قالوا له كل الكلام الحلو ستبقى تبحث عنه خارج البيت. هو شيء طبيعي مثل ما قالت، لأن الولد بالنسبة لها أو الرجل بالنسبة لها يشبع حاجة ما يستطيع لا الأب ولا الأخو اللي بالبيت ولا الأم ولا إنه يشبعها، وهذه فطرة. يعني فطرة أن المرأة تنجذب إلى الرجل والرجل ينجذب إلى المرأة، فطرة هذه في خلق الله. لكن الخطأ هو توقيته ولا يعتبر مشكلة لو إن ما انجذبوا الطرفين الآخر، ما في استمرارية للحياة. صحيح. فبالتالي التوقيت اللي احنا نبحث فيه والعمر اللي يعيشه الطرفين، لذلك احنا نقول توعيتهم. يعني مثلا انا كثر ما امدح بناتي واولادي في البيت واحتضنهم واشبعهم باللمسات والهدايا وغيره، لكن يبقى هذا مخزون لهم يشبعهم انهم لا يقعون بالخطأ. نعم. الى جانب الوازع الديني في التربية داخل الاسر والمراقبة الذاتية. هو حقيقة أن نعلمهم مبدأ إرجاء إشباع الحاجات، يعني إرجاعها. تجربة الصيام حقيقة نعم. تجربة كبيرة جدا. الهدف منها أن الإنسان يتعلم أن أنا أمامي أكل الآن أستطيع أني أكله، لكن لأن الله سبحانه وتعالى أمرني أني ما أكل إلا مثلا في وقت معين، فأنا عندي قدرة. أنا مش حيوان يعني متى ما الغريزة تبغي تحركني أتحرك. العاقل من الناس يقول يعني أنا هذه حاجة موجودة عندي وفطرة موجودة عندي، لكن أنظر للنهاية، فإذا عرفت متى النهاية أعرف متى أبدأ هذا الموضوع. عفوا، بس هي المشكلة مو بالحب. نعم. إنما هي في خداع الحب. أحسن. يعني كونهم 14 سنة حبت ما في مشكلة. طيب. لكن كونها تقع فريسة استغلاليات سيئة هني المشكلة. طيب الآن سامحيني لأن هاي بيسوي عند المشاهدين شوي ربكة. أنت تقولين يعني أنا ما أجيز لهم أنهم يقدمون للحب، ولكن أنا أقول الجريمة ما وراء الحب. أحسنت. ونتائج هذه العلاقة. دكتور، حب الأطفال الصغار هذه أو المراهقين، أنت كمتخصص كيف تنظر له وإلى ماذا توجهه؟ ال 14 وال 16 والكلام من ده في المراسلات اللي هي عبر التليفون وعبر الإيميل ما حدش يصدقها. ونقطة ونحط نقطة. البيوت مفتوحة وما حدش بيحب عن طريق التليفون إلا إذا كان واحد واقع أو واحدة واقعة، أو عن طريق الإنترنت والكلام ده وصور ونطلع صور مش صورنا والكلام ده. واقع يعني إيه دكتور؟ يعني نعم، واحد واقع مش لاقي حد، مش لاقي واحدة مش لاقي حد، الكلام من ده. نعم. وده مش موجود في مجتمعنا. الحب عن طريق التليفونات والمسجات وبتاع وهتجوزك ومش هتجوزك والكلام ده ما ينفعش. ولذلك أنا عندي نصيحة مهمة جدا، إن كل واحد فينا يتأكد مما يفترضه. ما حدش يعيش على الافتراضات. تأكد من الافتراض. إذا كان عايز يجي زي ما قالت أستاذة العزيزة، إذا كان عايز يجي البيت يتفضل يجي البيت. إنما أعيش مع، أنا عايز أرجع بس للنقطة بتاعت الأخت مريم، لأن مريم قالت حاجة في منتهى الخطورة. والكلام اللي بتقوله هو العلماء النفس بيقولوه، اللي هو عنده جوع عاطفي في البيت وبالذات البنت من الأب. أيوة. تقع في الخديعة
البنت عندها جوع عاطفي وابوها ما اداهاش وقت. ولذلك لو خدتوا بالكم لغه مريم الصحبه عايزه صحبه، وبرضه نمره 2 اللمس الجسدي. الصحبه، بس الصحبه نمره 1 اللي هو الوقت، الاهتمام، حد يديها اهتمام، حد يسمعها، حد يتكلم معاها. الجوع العاطفي من الاب والام، من الام للولد او من الاب للبنت، يخلي الاثنين يبقوا فريسه بعد كده للخديعه من الجنس الاخر. خلي دكتور اروح لمريم نعم. ما دام ذكرتها. نعم. مريم، بعد التجارب اللي مريتي فيها المريره هذه، انت ذكرتي انك كنت بحاجه الى من يشبعك هذا الجانب. هل حقيقه تم الاشباع؟ هلا هو المفروض كان في تم اشباع، بس بعدين وصلت لحالة انه صارت مثل حالة قرف. وصلت لحالة قرف بالنسبة لي، انه اوكي بالاول بتكون كثير حلوة وبتحس كأنه ورد وفراشات عم تطير، وبعدين بالاخر هلا صارت وصلت لعندي مثل حالة قرف. من ايش؟ لانه كلهم بيصيروا كذب بالاخر. يعني الرجال كلهم كذبه؟ لا مش كلهم، يمكن انا طبيعتي ما بعرف فتح ينصح وشوف، فبنجذب للنوع الغلط. يعني معناته الخلل وين الان؟ في الرجال ولا فيك؟ لا انا فيك انت. حلو. بعترف انه فيني انا. ممتاز. يعني هذه انطلاقه جميله للحياه الجديده اللي نتمناها لك ان شاء الله. ام راشد، انت لما مريتي بعد الزواج بعلاقه عاطفيه استمرت فتره من الزمن، هل فعلا كنت تعرفين ان هذه العلاقه خاطئه؟ نعم كنت تعرفين؟ كنت أعرف. ما الذي كنت أشتغل على عمري. كنت تجذبين على عمرك؟ نعم. ايش اللي دفعت في الاستمرار في هذه العلاقه يا ام راشد؟ ما أدري، بس كنت أحس أنا قلت يمكن عسى لعل يمكن في أمل في زواج، لأني وهبت له كل شيء. حتى لدرجة إني أنا قلت له ما أبغى منك شيء، مستعدة تتزوجني من دون مهر، من دون أي شيء، وفي بيتي. وبعدين؟ للأسف يعني يتهرب. معناته هذا الإنسان ما كان جاد في حياته الزوجية، يعني ما يبغي زواج في النهاية، يبغي علاقة عاطفية. هاي بعد فترة يعني 4 سنوات وشيء يعني. طيب أنا أشكرك على هذه الصراحة، وعزيزي المشاهد راح نطلع استراحة، لكن قبل هاي الاستراحة أبغى أقول لكم شيء، لأن هذه الظاهرة الآن بدأت توجد في البيوت المتزوجة. خلوا الشباب شوية على جانب. في البيوت المتزوجة بعض النساء، وأنا وصلتني رسائل إلكترونية بهذا الخصوص، تقول والله زوجي ما عنده كلام رومانسي، فشو المانع أني أنا أبدأ أتواصل مع رجال عن طريق الرسائل والتليفون على أساس أشبع هذا الجانب من حياتي. هل هذه خيانة؟ والزوج نفس الشيء، يقول أنا زوجتي الآن بعد الحمل والولادة ما صارت تشبعني، فشو الغلط أني أتعرف لي على 2 3 بس من باب الوناسة مثل ما يقولون. بعد الاستراحة. حقيقة قضية سلبية وموجودة للأسف الشديد للخواء العاطفي والإيماني اللي موجود عند البعض، ما الذي يدفع رجل يعني مستقر عاطفيا ومتزوج وعنده عيال في أن يذهب ويبني علاقات مع 3 4 بنات فقط من أجل الهاتف؟ وبعضهم يقول أنا بس مستواي مستوى هاتف، وبعض النساء للأسف الشديد، وهم ليسوا كثر ولله الحمد، لكن أنا سمعت وقرأت حقيقة في هذه القضية أن زوجي يخونني فأنا راح أخونه بنفس الطريقة اللي يخونني بها، وهذا كلام غير مقبول لا عقليا ولا دينيا ولا يعني منطقا. محمد، تكلمنا عن البنات المتزوجات اللي ما حصلوا إشباع في بيتهم حياتهم الزوجية، قد يتواصلوا مع رجال. مرت عليك تجربة من هذه التجارب؟ مرت عليا، واحمد الله ان هي مرت عليا بعد ما كنت يعني نضجت الى حد ما. فطبعا يعني دي بالنسبه لي بقى ده خط احمر لا يمكن تعديه بالنسبه لي، لان يعني بحس ان انا بهدم بقى بيت، والموضوع بيبقى كبير جدا. دي قصه تانية كمان، غير ان واحده لوحدها ده لوحدها مصيبه، لكن متزوجه دي كارثه. طيب ايش كان مدخلها هي لما تقول يعني عرفت انها متزوجه؟ ما سألتها يعني ليش أنت تتواصلين معي؟ لا ما سألتهاش بالطريقة دي، ولكن هي مدخلها أنا أصلي هو كذا هو كذا